اهلا بيكم فيديو جديد من سلسله كوبايه كاكاو. الحقيقه ان انا اتسالت في كومنت على الفيديو اللي فات ازاي النرجسيين بعد ما بنسيبهم بنرجع لهم تاني وبيعرفوا ان هم يسحبونا لدايرتهم تاني مع ان هم ما يستاهلوش، ونتعاطف معاهم مع انهم ما يستاهلوش، وده حقيقي. والحقيقه ان انا قررت بقى ان انا اعمل فيديو عن الموضوع ده علشان فعلا المشكله دي شائعه جدا لكل الناس اللي اتعاملت مع النرجسيين. السلسله دي بتتكلم عن العلاقات السامه، وطبعا ده موضوع رهيب جدا يخص العلاقات السامه، واول حاجه هنتكلم فيها وهي انتوا بالنسبة للنرجسيين كنتوا دعم عاطفي، اشخاص هم متخيلين هم فرضوا سيطرتهم عليهم للابد، فانتوا بتدوهم كمان شعور السيطره والفوقيه الوهميه اللي هم بيبقوا حاسين بيهم خلاص بقى ربوا الضحيه على ايديهم، فبيحسوا الاحساس ده. فطبيعي جدا ان انتوا لما تمشوا هيبقوا عايزين الضحيه اللي تعبوا فيها دي، يعني عارفين هو ربى كتكوت وبقى فرخه، فهو مش هيسيب الفرخه دي تروح لحد تاني، هو عايز الفرخه لنفسه يعني. فهو ده السبب، مش اي حاجه تانية. فلما تلاقوا فجاه عيونهم بقت بتشع طيبه ويبصوا لكم كده بكل حب وبيرحبوا بيكوا قوي، ويبقى الاحتفال يعني المقابله بتاعتكم احتفال مش مقابله، ولما يقعدوا يدعموكوا ويقدموا لكم ويدوكوا بقى، ده اسمه الهوفرنج. هم بيحاولوا تاني يرجعونا او يرجعوكوا لدايره سيطرتهم تاني. دي كلها كده زي شهر عسل جديد، بنجدد شهر العسل علشان نرجع تاني ايه نتظبط منه. تاني حاجه بيتظاهروا ان هم اتغيروا تماما، وان هم بيحاولوا ان هم يعالجوا نفسهم. ده طبعا اللي بيعترف، اللي ما بيعترفش هو بيشتغل في مرحله الهوفرنج دي كتير، يعني يقعد يقدم ويدي ويدعم والكلام حلو ويسمعوكم مدح انتوا جعانين وعطشانين ليه والكلام ده. ولكن ساعات بتوصل مع بعض النرجسيين، ممكن كمان الخفي منهم، ان هم يعتذروا اعتذارات صوريه، اعتذارات ما تخصكوش انتوا خالص. هم عايزينكم ترجعوا باي شكل، هم عايزين الصيد السمين اللي كان عندهم. فهم ممكن يعترفوا ان هم غلطانين كده من على الوش، ما بيعترفوش بالاخطاء بالتفصيل بالمناسبه. يعني هم مش بيقول انا عملت كذا، دايما لو حاولت تقرروا هيبرر يبرر يبرر، هتلاقوا تبرير بس. ولكن عموما يعني احنا اسفين، يعني عموما يعني فاهمين احنا بنتعالج والله، ورحنا لدكاتره نفسيين، او انا حجزت ورحت مش عارفه ايه، عشان يدوكوا دايما امل مزيف. تالت لعبه بيعملوها وهي خلق الازمات. وللاسف يا جماعه هم اغلب او مش عارفه بصراحه اغلب ولا لا اللي هو الضحايا النرجسيين بيبقوا كتير منهم متعاطف، ودي الحته اللي هم بيلعبوا عليها. لان اصلا يعني التربيه النرجسيه بتطلع اشخاص امباث او متعاطفين، بس بشكل سلبي مش بشكل متعافي او حلو، يعني بشكل مش حلو اكستريم. فهم بيعملوا ايه؟ هم بيخلقوا ازمات، اللي هو مثلا لو جالهم شويه برد خلاص دي حاجه كبيره جدا، انه يقعدوا بقى يحكوا عليه لو ما نامش النهارده كويس انا ما بنامش والله وتعبان والكلام ده. لو حصلت اي مشكله صحيه يعني عاديه او مش عاديه، ممكن تلاقوهم بقى يتمادوا قوي ويطولوا قوي في عارفين في الالم وبتاع، ويقعدوا بقى يقولوا لكم قد ايه هم تعبانين. واحيانا ممكن تلاحظوا ان هم في بعض المواقف بيبقوا زي القرود عادي، يعني مثلا هم مش مركزين ان حد واخد باله، بيبقى زي القرد، بس بعد كده فجأة يتمسكنوا وعايزينكم تتعاطفوا معاهم بالعافية. رابع حاجة بيعملوها هي إثارة الشعور بالذنب. بيحاولوا دايما يثيروا إحساس الذنب جواكم، وزي ما قلت لكم أغلب المتعاطفين أصلا الغير متعافين عندهم مشكلة مع الشعور بالذنب المزمن. مش ذنب على حاجة هو عملها، لأن الذنب على حاجة احنا عملناها دي حاجة صحية يعني، عشان نقدر نغير من نفسنا للأحسن وبعد كده نتجاوز شعور الذنب. لكن الذنب المزمن دي مشكلة. وحابة لو انتوا حابين نخصص حلقة عن الشعور بالذنب او ازاي نتخلص من شعور الذنب المزمن، اكتبوا لي في التعليقات. بيحاولوا دايما ان هم يشتغلوا على الحته دي. انتوا اتخليتوا عننا، مش احنا اللي بهدلناكوا وطلعنا عينيكوا قال لنا اصلنا معاكوا فانتوا بعدتوا. لا هي اسمها انتوا اتخليتوا عننا. انت من ساعه ما بعدت عني، او انت من ساعه ما بعدت عني انا تعبان وحياتي ملخبطه، يعني مش عارف بصراحه دي مشكلتهم هم، بس بيحسسونا احنا بالذنب. طلق عليكم القرود الطائره، او اللي هم يعني عشان الناس اللي مش عارفه المصطلح ده، الفلاين مانكيز ده اللي هو الناس اللي بتحب تطبل للنرجسيين. في كده ناس سبحان الله ما تفهموش دول ايه، ساعات بيبقى مضحوك عليهم، وخاصه لو بيتعاملوا مع نرجسي خفي بيبقى مضحوك عليهم جدا. واحيانا بيبقى في ناس كده
يعني في ناس خلقت عشان يبقوا عبيد لناس تانية، سبحان الله، مش عارفة ايه السبب، بس في ناس كده يطلقوا عليكم بقى الناس دي. يقعدوا يقولوا لكم قد ايه انتوا وحشين، او مثلا ده قد ايه هو غلبان، او قد ايه ده انتوا وحشينه، او الكلام ده كله. لو الحاجات دي اجتمعت يا جماعة، يعني لا، مش بتعاملوا مع شخصيه مش سهله خالص. ازاي ما نقعش في الفخ ده بقى؟ لان فعلا لو انتوا شايفين ان هم ما يستاهلوش، فهم ما يستاهلوش. وزي ما قلنا، بصوا الفيديو ده مش تشخيصي. الفيديو ده انا مش مسؤوله عن حد يستخدمه بشكل غلط. لو حد مثلا بيدعي على اللي حوالين هم نرجسيين، هم مش كده، دي مش مسؤوليتي الخاصه. وانا مش هوقف توعيه عشان ممكن حد او 2 أو 3 يستخدم المعلومه بشكل خاطئ. فانا بشرح بضمير على قد ما اقدر وبكل اللي عندي، ولكن المحتوى مش طبي، وانا مش مسؤوله عن اي حد هيستخدم المحتوى بشكل خاطئ. فلو انتم متاكدين ان اللي حواليكم سامين بالشكل ده بغض النظر عن المسمى، ممكن نعمل ايه؟ اول حاجه ان احنا نعمل نو كونتاكت، مفيش اتصال خالص من اي نوع، بلوك من حسابات السوشيال ميديا، بلوك من التليفون. لو الضغط بقى مستمر وبيضغطكم وحاسين ان انتوا بترجعوا ومش قادرين تسيطروا على نفسكم، او مشاعر الذنب سيطرت عليكم، او مشاعر الاستعطاف منهم دي اثرت عليكم، وانتوا حاسين انتوا لو رجعتوا هتاخدوا نفس العلقه تاني، يبقى الحل الوحيد هو النو كونتاكت لفتره لحد ما انتوا تبقوا صلبين نفسيا، هم يفقدوا الامل شويه او شويتين. فده بيبقى الحل الوحيد في الحاله دي. وكمان حطوا مع الليسته لسته القرود الطائره او الفلاين مانكيز دول، علشان هم بيبقوا مشكله كبيره قوي في مرحله الانفصال العاطفي عن الناس المؤذيه، لان احنا لازم ناخد وقت عشان ننفصل عاطفيا ونفسيا عن الناس دي. فمحاولات التشكيك ومحاولات الاستعطاف ومحاولات اشعاركم بالذنب وان المشكله كانت فيكم مش فيهم، بنلجأ لحاجة مهمة قوي وهي الكتابة. ان احنا نيجي كده نكتب المواقف اللي حصلت بالفعل، 1 2 3 أذونا ازاي، سامحناهم كم مرة، رجعوا تاني عملوا كده ازاي، لما بنرجع لهم بيعملوا ايه، بيبدونا وش حلو في الاول، وبعد كده اللي هو الهوفرنج ده، وبعد كده يبتدوا ان هم يمارسوا علينا نفس الحاجات تاني بطرق اذكى واخبث. مثلا يعني انا بضرب لكم امثله. في الحاله دي انا ببقى مسجله كل حاجه او مسجل كل حاجه عندي، علشان لما يجوا يحاولوا يتلاعبوا بدماغي ارجع تاني للكلام المكتوب ده، فما تاثرش. لان كلنا بلا استثناء، وخاصه الناس المتعاطفه، ممكن جدا نقع في الفخاخ دي، لان هم مهره في الموضوع ده، مهره في ان هم يعرفوا يسرسبوكوا لحياتهم تاني. تالت حاجه، ودي حاجه مهمه قوي ان احنا ندركها، انه السلوك النرجسي سلوك منحرف جدا جدا، نفسيات منحرفه جدا. فحتى لو اتغيروا، يعني حتى لو هم قرروا في اللحظه دي ان هم يتغيروا ويروحوا لدكاتره نفسيين، ما تنتظروش منهم ان هم تاني يوم الصبح يبقوا كويسين. ده لو اصلا كان الاعتراف حقيقي، ولو اصلا اتغيروا، ودي حاله بيقولوا عليها نادره قوي 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 فوق ما عقلكم يتخيل. تمام. وفي ناس بتقول لا، مش بتغير اصلا، بس هنفترض انها نادره قوي قوي، فاصلا الموضوع ياخد سنين عشان يتغيروا للاحسن. فانتوا ما تفضلوش قاعدين. وعلى فكره وجودكم مش هيحفزهم انهم يتغيروا، ما خلاص، ما انتوا موجودين، خلاص هيمارسوا عليكم نفس العابهم تاني. اتغيروا ليه؟ غالبا، وسمعتها من دكتور نفسي معروف بس مش فاكره اسمه، انه النرجسي مش بيتغير الا لما يصطدم بالقاع. اللي هو ايه القاع؟ اللي هو ان كل الناس تتخلى عنه، ان هو يشوف نتيجة افعاله السيئة المشينة. فلما احنا نرجع تاني، هم مش هيتغيروا للأحسن. ممكن تبقوا موجودين لو هم صلة رحم، ولكن مش بنفس المدة، مش بنفس الفريكونسي، التكرار. مش لو كنتوا مثلا بتروحوا لهم 20 مرة، لا مش 20 مرة، هيبقوا مرتين، هيبقوا واحدة. لو بتتصلوا بيهم مكالمة مدتها 20 دقيقة، مكالمة دقيقة، المكالمة على فترات متباعدة، هو مفيش قطيعة ولا حاجة، بس مفيش الود اللي كان موجود. عشان ما نبقاش برضو بنغضب ربنا، لان خلوا بالكم احنا المفروض اصلا ان احنا يعني لو اذيه ان احنا نقلل الاحتكاك بالشكل اللي ما يأذيناش، بنيجي على نفسنا شويه، بس مش بنخلي الاحتكاك بالدرجه اللي تأذينا، ان برضو احنا مسؤولين عن نفسنا. فكلامي هنا بيقول لكم حاجه واضحه وصريحه،
ما تستجيبوش لمحاولات ادعائهم التغيير. استنوا لما تشوفوا هما فعلا اتغيروا ولا لا، ودي حاجه نادره جدا 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 جدا. واللي انتوا هتعملوه ان انتوا هتبعدوا عنهم او تنفصلوا عاطفيا عنهم بعد مرحله النو كونتاكت. يعني النو كونتاكت دي او المرحله اللي هي بتاعت قطع الاتصال التام دي ممكن تبقى لو هم اهل، لو هم مش اهل في ده يعني، بس لو هم اهل بتبقى المرحله علشان نقدر ان احنا ننفصل عاطفيا ونقوى نفسيا. وبعد كده الاتصال بيبقى من بعيد، وما نصدقش ان هم اتغيروا الا لما نشوف بعد سنين على ارض الواقع هم اتغيروا فعلا ولا لا. لان النفسيه نفسيتنا احنا مش ببلاش، احنا مش لاقيين نفسنا في الشارع. انا هبقى مسؤول عن نفسي. انا لما اقعد معاهم واتعدي من صفاتهم السيئه انا هاسال عن ده. رابع حاجه، دي حاجه مهمه جدا جدا جدا، مش البحث المستمر عنهم. لان خلوا بالكم كتر سماع فيديوهات عن النرجسيين انتوا بتبقوا كانكم محبوسين في نفس الاوضه اللي كانوا النرجسيين حابسينكم فيها بس في دماغكم. يعني انتوا بتبقوا خرجتوا من السجن اللي هم كانوا حابسينكم فيه، بس السجن ده موجود لسه في دماغكم. كتر محتوى او استهلاك محتوى عن النرجسيين مش حاجه صحيه. هو بيبقى صحيه في الفتره اللي انا لسه بتعرف فيها على المصيبه اللي انا اتعرضت لها، ولكن خلاص المصيبه دي انتهت. انا بعمل السيرش اللي من النوع اللي يعني مثلا هم عملوا معايا موقف او غلبنه او ده، طب ما اعمل كده سيرش. هل لما الشخصيه اللي كانت بتعمل كذا وكذا وكذا دي رجعت تعمل كذا، هل امن لده ولا لا؟ ممكن تلاقوا فيديوهات تظهر لكم تقول لكم الكلام ده صح ولا لا. ممكن حتى الاي اي، يعني الاي اي ممكن ينفعكم في الحاجات اللي زي كده، جوجل ينفعكم في الحاجات اللي زي كده. ف ان انتوا تعملوا سيرش او تستعينوا بحد متخصص. ممكن ناس تروح مثلا بتحب تروح لحد متخصص او بتحب تروح ل ثيرابيست، نحكي ونشوف التصرف ده والسلوك ده نتعامل معاه ازاي. ما تستسلموش على طول تروحوا تنسحبوا ورا سلوكياتهم، ان هم اثروا عليكم بسلوكياتهم فانتوا تسلكوا سلوك انتوا كمان يضيعكم معاهم. لان كل خطوه هترجعوا لورا معاهم هيبقى في صعوبه ان انتوا ترجعوا تنسحبوا تاني. عشان ده كله ما يحصلش لازم تبقوا واعيين جدا جدا في التعامل معاهم. ابتلاء ولازم نتعامل معاه بحكمه. يا رب اكون فدتكم. اللي شاف الفيديو النهارده يعني اخد منه معلومه او خلاه يقدر ان هو يراجع مثلا الاحداث ويشوف هل يرجع ولا لا، هل الموضوع يستاهل ولا لا. وبس كده، اشوفكم ان شاء الله فيديو جديد على خير. مع السلامه.